السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة جايب لكم فيديو حلو جدا جدا، خفيف وبسيط. هنقضي يوم مع بعض من السحور لحد الفطار. روتين حلو جدا وسهل وبسيط هيعجبكم جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، بس ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. الفيديو بتاعنا النهاردة ابتدى من السحور زي ما انتوا شايفين، سحور عادي جدا. ابتديت اغير فيه شوية عشان الولاد ما تزهقش. عيش والكنافة القرص وجبنة بيضة، بيض ببسطرمة، كمان جبت لهم النهاردة زبادي بالفواكه، تغيير شوية علشان الولاد ما تزهقش. جبنة رومي، يعني فطار بسيط جدا وسهل. محتاجين نغير شوية في السحور عشان الولاد بتزهق من الأنواع المتكررة ومن طبق الفول اللي على طول موجود معانا. فنحاول ان احنا نغير ونعمل لهم حاجات تانية كتير. ولو عندكم أفكار للسحور اكتبولي، لأن أنا كمان ببتدي ان أنا أزهق. وحطيت كابوتشي، كمان حطيت لهم لبن. يعني زي ما انتوا شايفين كده الفطار حلو قوي وبسيط وسهل. السحور ولا ايه؟ السحور حلو جدا وسهل. طبعا بعد ما بنعمل السحور بنخلص المواعين وبنسيب المطبخ زي الفل، عشان بكره لما ننزل نعمل الفطار نلاقي المطبخ نضيف ونبتدي نشتغل واحنا رايقين ومبسوطين. دي حاجه مهمه جدا. قطعت لهم كده خيار وطماطم فوق الفول، بيعجبهم قوي زي المطاعم. بيحبوا الفول بالطريقه دي. وده السحور بتاعنا بسيط وسهل. هنتسحر وان شاء الله باذن الله نصلي الفجر ونبدا يومنا بقى الصبح ان شاء الله. هنا الصبح ابتديت بقى ان انا اصحى. طبعا انتي لما تكوني مظبطه المطبخ من بالليل هتقومي من النوم براحتك. لو عايز تقري ورد القرآن بتاعك الصبح فدي حاجه حلوه قوي قوي. وتبقي من قبلها بيوم لو في حاجه عايز تتبل تتبليها، او تكوني انتي شايله الحاجه في الفريزر متبله. يعني في كذا حل لتظبيط الوقت عشان تقومي الصبح رايقه وزي الفل. نزلت المطبخ زي ما انتوا شايفين، بصوا فله حلو جدا جدا. اول حاجه بدأت بيها طلعت طبق فراولة من الفريزر عشان يلحق يفك، عشان اعمل بيه العصير. النهاردة اعمل لهم عصير فراولة. شايفين الفراولة دي انا كنت مخزناها معاكم. سهل جدا وبسيط، بس هسيبها شوية كده تفك، بعد كده احطها في شفشق الخلاط واسيبها بقى ايه لحد قبل الفطار اضربها. هنبتدي نعمل اول حاجة الرز. الرز بتاعي حطيت حبة من الزيت. هنعمل رز اصفر بس رز مصري مش بسمتي. وطبعا الطريقة دي تنفع جدا بالرز البسمتي، تبقى تحفة. هنحط حبة زيت ومعلقتين كبار من الزبدة. بعد كده هننزل ببصلاية كبيرة مفرومة ناعم هنشوحها. بعد ما نشوح طبعا انا بنزل المطبخ بتاعي يعني ممكن على العصر او الساعة 2 علشان الاكل يكون سخن، ما بحبش انزل بدري قوي. شوحنا البصلة مع معلقة الكركم الكبيرة، بس ما تكونش مليانة على الاخر. وبعد كده نزلنا الرز المصري بتاعنا هنشوحه مع البصلة والكركم، ودي خطوة مهمة جدا عشان يطلع الرز بتاعنا مفلفل. بعد ما قلبته كويس جدا وشوحته مع البصلة هبتدي انزل بالمية المغلية والملح، او شوربة. لو عندك شوربة تنزلي بالشوربة، مفيش شوربة هننزل بالمية المغلية. على كل كوباية رز مصري كوباية شوربة او كوباية مية مغلية. ولو رز بسمتي على كل كوباية رز بسمتي كوبايتين من المية المغلية او الشوربة. هنقلب كويس جدا. وطبعا الرز بتاعنا بيكون املح سنة من الطبيعي. هنسيبه يغلي ويشرب المية بتاعته، وبعد كده نغطي عليه ونسيبه على النار واطية لحد ما يستوي. سيبنا الرز على النار يستوي. دي فراخ متبلة ومتشالة في الفريزر متبلة، او نتبلها من بالليل. طبعا اتبلت بايه؟ بصل وطماطم وملح وفلفل اسمر وممكن قرفة وجنزبيل. تمام. سخنت حتتين من الفحم وحطيتهم على الفحم بتاعنا، وابتديت اهوي لحد ما كل الفحم بتاعي يولع بالمروحة بتاعت الفحم. فتحت الشوايه بتاعتي وابتدي احط الفراخ. طبعا التتبيله اللي انا قلتها لكم دي لفرخه لفرختين زي ما انتوا عايزين.
هقول لكم التتبيله تانية. بصل، طماطم او صلصه، ملح وفلفل، قرفه وجنزبيل، وكام فص من الثوم يتضربوا في الكبه كويس جدا. بعد كده نصفيهم بالمصفى وناخد الميه اللي هتنزل منهم نتبل بيها الفراخ وبتبقى تحفه. زي ما انتم شايفين بقى انا حطيتها على الشوايه، كل شويه هقلبها، يعني ما تحاولوش يسيبوها فتره طويله قوي على جنب واحد عشان ما تتلسعش وتحسسنا انها استوت وهي ما تكونش استوت. بصوا يا دوبك خدت وش كده، قلبتها على الوش التاني. كل ما تكون حاجتك مرتبه متشاله متبله بجد بيفرق معاكي كتير في الوقت. كل ما يكون مطبخك نظيف بتشتغلي بمزاج وبتشتغلي وانت رايقه. كل دقيقه او دقيقتين نقعد نقلب فيها لحد ما تستوى، وهوريها لكم ازاي بتبقى مستويه. اي حاجه بتتعمل في البيت احلى كتير قوي من انها تتعمل بره. بصوا بقى ده شكلها في النهايه، بصوا تحفه، اتحمرت جدا وما اتلسوعتش مني. وكمان استوت جدا. دلوقتي هقطع لكم حته اوريها لكم. انا فتحت الشوايه كده اهي، بصوا استوت ازاي، ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. خلاص الفراخ بتاعتنا استوت، وكمان هنلاقي الرز استوى دلوقتي هوريه لكم، بس انا قلت اعمل العصير الاول وبعد كده اقدم في الاخر. طبعا عصير فراوله حطيناه في الشفشه وحطينا عليه لبن وحطينا السكر المناسب لينا وضربناه في الخلاط وعملنا احلى عصير فراوله بالموز. احلى عصير فراوله باللبن على فكره، وينفع جدا بالموز. يعني ممكن نحط حبه من الفراوله وموز ونضربهم مع بعض برضه بيعملوا طعم حلو جدا جدا. بس اللي انا عملتها دي النهارده فراوله باللبن. ده العصير بتاعنا جاهز. يلا بينا نشوف الرز استوى ولا لا. هنا الرز بتاعنا استوى وبقى تحفه زي ما انتم شايفين. دلوقتي هنقدم معانا الصينيه بتاعتنا والرز استوى، هنبتدي نحط الرز فوق الصينيه نقدمه. موضوع سهل جدا وبسيط، وكل ما تكوني مرتبه نفسك. انا بقول الكلام ده كتير قوي 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 عشان انت لو لسه عروسه جديده، لسه متجوزه جديد وحاسه ان انت محتاسه وحاسه ان انت بتقفي في المطبخ كتير، ترتيب الحاجه بيوفر عليكي وقت كبير جدا جدا. فراخ تتشال متبله، لحمه تتشال متبله، المطبخ يبات نظيف، كل ده مش هيخليكي تقفي في المطبخ، غير انك هيخليكي تقفي وانت رايقه ومبسوطه. الكلام ده انا قلته كتير جدا وبقعد اقول يعني عشان لو انت اول مره تدخلي القناه عندي تسمعي الكلام ده. ترتيبك وتنظيمك هيكون عندك وقت لنفسك، وقت لولادك، وقت انك تعملي اكل وانت واقفه بمزاج، ما تغسليش مواعين كتير، ما تغسليش كبات كتير. وانا قلت ازاي تنظموا نفسكم كتير جدا جدا، وعملنا مع بعض تتبيلات تتشال في الفريزر. فبجد الموضوع بيفرق قوي. يعني الفراخ اللي انا مطلعاها النهارده دي انا كنت متبلاها وشايلاها في الفريزر متبله. قدمت الرز بتاعنا زي ما انتم شايفين، وحطيت الفراخ بتاعتي من هنا ومن هنا، وحطيت كمان الطحينة وحاطه فيها قرن فلفل زي ما انتم شايفين. وده الفيديو بتاعنا النهارده، عشت معاكم من السحور للفطار. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا اتبسطتوا منه وتكونوا استفدتوا منه، وده اهم حاجة عندي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.